تقريبا ان ودنك يبقى جزء منها باين حاجه كان برضو نوع الفيزا بتاعتكم. الحاجات دي مهمه، يعني المعلومات دي مهمه لكل الناس. ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم؟ لو اول مره تشوفوا القناه، انا اسمي سما، مصريه متجوزه امريكي. تمام. فهندخل في الموضوع على طول. المره دي هكلمكم عن اللي حصل معايا في مقابله السفاره وما حصل بعدها. كنت عامله فيديو قبل كده هحطه في صندوق الوصف، اللي هو يعني تفاصيل بقى ايه نوع الفيزا اللي انا اخدتها، وليه الفيزا دي. وانا اخدت فيزا خطوبه. تمام. ليه فيزا خطوبه؟ ليه مش فيزا جواز والكلام ده وكده. فهحط لكم برضو في صندوق الوصف الفيديو التاني، بحيث ان انتوا مثلا لو حد سمع الفيديو ده وحابب ان هو يعرف معلومات اكتر يدخل على الفيديو التاني. المهم، الفيزا اللي انا اخدتها اسمها 1K ولا K1، برضه نسيت المره اللي فاتت، اسمها فيزا خطوبه يعني. المهم، يعني انا قلت لكم تفاصيل كتير قوي 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 في الفيديو التاني. بس نيجي بقى لموضوع المقابله. هم طبعا بعتوا لي الميعاد اللي هو المفروض ان انا هروح فيه. طبعا صحيت من النجمه، او يعتبر اصلا ما نمتش، ورحنا الصبح بدري جدا. رحت مع مامتي واخويا. فالمفروض ان السفاره الامريكيه اللي راحها او اللي ما راحهاش هي ليها منطقه خاصه بيها جوه كده، كانكم اصلا في شارع. تمام، في شوارع. تمام. انا اول مره بصراحه اشوف سفاره كده. انا اللي اعرفه ان السفاره مبنى، فالسفاره الامريكيه معرفش بقى في كل البلدان كده ولا لا، ليها مش مبنى، هي ليها شوارع، مش مجرد حتى شارع واحد. مامتي واخويا استنوني بره، كنا الصبح بدري جدا. يعني استنوني بره خالص عن المنطقه بتاعه السفاره الامريكيه، وانا دخلت لوحدي. المفروض كان في طابورين، طابور اللي هو الفيزا وطابور للهجره. فانا كنت احسب ان انا خلاص هجره، سوري، فيزا. فبعد ما وقفت في طابور الفيزا، جيت بقى ودي لهم الاوراق وبوريهم الاوراق. لازم طبعا تكونوا مجهزين الاوراق معاكم وكده، وصور شخصيه والحاجات دي كلها. تمام. وعايزه بمناسبه الصور الشخصيه هقول لكم حاجه مهمه جدا. المهم، فاللهم صل على سيدنا محمد. فانا قالوا لي لا انت هجره. تمام. تقريبا عشان بقى انا خلاص يعني مثلا هتجوز من اجنبي والكلام ده، لان انا فيزتي مش فيزا عاديه، دي فيزا من نوع خاص، لازم حد امريكي اللي يقدم لي عليها. تمام. اللي هي فيزا الخطوبه، من نوع خاص جدا كمان، لان هي جواز يعني وكده. فقالوا لي لا انت هجره. فبس رحت بقى في طابور الهجره. بعد ما دخلت جوه عشان انتظرت عادي، الدنيا كانت زحمه جدا، ناس كتير. المهم، فبعد كده قعدت قدام اللي هي القنصل، كانت واحده ست. عايزه اقول لكم طبعا كنت متوتره، لان ناس كتير، لان ده موضوع جواز يعني. انا خلاص لو ما اتقبلتش خلاص احنا مش عارفه اسافر ازاي. تمام. وانتوا عارفين فيزا امريكا صعبه يعني. المهم يعني، وما ينفعش مثلا اسافر فيزا عاديه. انا زي ما قلت لكم يعني ظروف معينه، حاجه معينه. المهم، فقعدت قدام القنصل وكده. فوريتها بقى الاوراق والكلام ده. بصراحه ما سالتنيش على اوراق كتير، بس انا الاوراق اللي كان من ضمنها المحادثه اللي ما بيني وما بين كارل، صور اللي هي انا وكارل. المهم بقى سالتني بقى على طول، ما شافتش بصراحه مستندات قوي، بس اديتها الفايل. تمام. سالتني بقى، قالت لي يعني ايه علاقتك بكارل وكده والكلام ده، هو جزرك مصر ولا لا، جزرك امتى، يعني زارك امتى، يوم ايه، جه كم مره مصر، لان على فكره الحاجات دي متوثقه في الورق اللي انا اديته لها. تمام. متذاكر الطيران وكل حاجه. المحادثه اللي ما بيني وما بين كارل، ايه ده، هو انتوا اتكلمتوا عن ايه، مثلا في مستقبلكم بتخططوا لمستقبلكم ازاي، ايه اخبار كارل مع اهلك اما شافوا كارل قالوا له ايه، الكلام ده. تفاصيل تفاصيل. بصوا يا جماعه، سالتني في تفاصيل اللي هو ادق التفاصيل اللي ما كانتش موجوده. والتفاصيل دي زي ما قلت لكم في ادله، يعني لان المحادثات والكلام ده وكده، لو مش يعني لو كلامي متناقض عن الادله اللي انا مقدماها طبعا غلط. فعشان كده كنت متوتره شويه، لان انا واحده بنسى اصلا. تمام. فاللي هو ايه، بس فسالتني بقى تفاصيل كتير جدا، وقالت لي على فكره ما تقلقيش، انت خايفه ليه، او الكلام ده. طبعا الانترفيو كان بالانجليزي، بس لو تقريبا لو انا عايزه ان هو يكون بالعربي، تقريبا ان هم بيقدروا حد هي بتتكلم عربي او حاجه زي كده، مش عارفه، بس تقريبا بيكون متاح، الله اعلم، برضو مش متاكده. بس طبعا هي سالتني اصلا كمان على لغتي الانجليزيه والكلام ده. بالنسبه بقى في نقطه عايزه اقول لكم بالنسبه للصور. انا لما رحت اتصور، كارل قال لي ما ينفعش يعني مثلا زي ما انا لابسه الحجاب مثلا كده، انا لابسه مثلا بندانه سودة تحت الحجاب. تمام. ممكن يبان للناس شعري، بس هو بندانه. تمام. فاما رحت، اما جيت اتصور، صورت صوره مغطيه زي كده واكتر ممكن كمان، والاسمه ايه ده، الوش متغطي. تمام. فبعد كده قالت لي لا سوري، قصدي كارل قال لي على فكره الصوره دي ما تنفعش. قالوا لان لازم يكون باين جزء من الشعر، معرفش ليه. لازم الوش كله يكون باين، جزء من الرقبه، معرفش ليه، بس انا بصراحه ما بينتش جزء من الرقبه، عادي، انا خدت صوره عاديه.
تاني ما اخدت الصورة كذا مرة. المهم بس اما جيت يعني رجعت الطرحة ورا شوية، يا دوب بس بينت منبت الشعر. انا مش فاهمة بصراحة، ما كنتش فاهمة برضو هما ليه كده. تمام. لازم طبعا ما يكونش فيه ميك اب على وشك. لازم يكونش فيه اسمه ايه ده، آه يعني اي فوتوشوب او اي حاجة خالص. تمام. بس فدي حاجة مهمة جدا عشان برضو لو ايه حد بيقدم وكده يبقى عارف الموضوع ده. بس انا وكان في تفاصيل اكتر تقريبا ان ودنك يبقى جزء منها باين، حاجة غريبة بصراحة. طب انا محجبة مش فاهمة. فبس انا كبرت دماغي الموضوع ده وعملت الطرحة زي كده، بس رجعتها ورا شوية في المرات اللي بعدها يعني. وعادي اتقبلت، مفيش مشكلة خالص. تمام. المهم يعني بس فبعد كده قالت لي ما تقلقيش مش عارفة ايه والكلام ده وكده، ومبروك، مش مبروك على الفيزا، قصدها مبروك على الجواز. ما كنتش لسه اتجوزنا، بس اقصد يعني قصدها يعني على الفكرة في حد ذاتها. بس وكانت حد لطيف جدا، بس سالتني زي ما بقول لكم في ادق التفاصيل. المهم بس قالت لي خلاص بقى ايه هنرد عليكي والكلام ده، كاني في انترفيو يعني. وانا فعلا في انترفيو في مقابله يعني، بس اقصد كاني في شغل يعني. المهم يعني بعد كده خدوا طبعا مني الباسبور، لان طبعا بيشيكوا عليه عشان لو عندي سي في وحش ولا حاجه جرايم او الكلام ده بعد الشر يعني. بس وخدوا الباسبور بتاعي، وبعدين بعتوا لي بقى ايميل او الكلام ده، تقريبا قرر بصراحه اللي كان مسؤول عن موضوع الايميلات والحاجات دي. بعتوا لي بقى ان انتي روحي خدي الباسبور بتاعك. تمام. فانا مش عارفه برضو هو انا اتقبلت ولا ما اتقبلتش. اوكي مش عارفه. فرحت بس عامه المقابله الحمد لله كانت يعني كويسه، كان عندي معلومات كافيه. لان زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، لازم 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 يكون عندكم معلومات كافيه على فكره. مهما كان برضو نوع الفيزا بتاعتكم، الحاجات دي مهمه. يعني المعلومات دي مهمه لكل الناس، يعني ان هم يكون عندهم المعلومات اللي هي المطلوبه بشكل دقيق عشان هيسالوكم فيها. تمام. المهم يعني بس فبعد كده رحت اخدتها. والله مش عارفه هو ارامكس ولا فيديكس، مش عارفه مين فيهم، والله تقريبا ارامكس. مش عارفه ليه اصلا استلمتها هناك. البتاع مغلق، في ادوني الباسبور يعني في ظرف مغلق وبمضي عليه وبالاسم ومش عارفه ايه الكلام ده، وبطاقه، وبستلمه بالبطاقه وكده. بس باخد الباسبور بشوف بقى هل انا اصلا التاشيره زي ما بيقولوا يعني او الفيزا موجوده في الباسبور ولا لا. بس فانا كنت رايحه عايزه اقول لكم متوتره. الموظف اللي هناك اصلا يعني بيقول لي انت مالك قلقانه ليه، عادي يعني مفيش مشكله. بس فبعد ما فتحت الباسبور الحمد لله لقيت ان هم ادوني التاشيره والفيزا وكده من اول مره. ليه؟ خلي بالكم انا كنت متوتره وخايفه، لان ناس كتير بيحصل معاها فيزة الخطوبة، فيزة السياحة، أي حاجة ممكن مش بيقبلوا من أول مرة. تمام. مثلا في موضوع فيزة الخطوبة هم بيكونوا دايما خايفين ان في حد يكون بيعمل الموضوع ده. علشان ايه؟ علشان بس مجرد ان هم يعني يسافروا امريكا وكده وخلاص، بعد كده يسيبوا الشخص ده. فاهمين قصدي؟ رغم ان انا حكيت لكم في الفيديو التاني ان في حق ان انا لازم في حاجات لازم بعملها اول ما اوصل امريكا والكلام ده عشان اقدر ان هم اصلا يخلوني في امريكا. تمام. بس يا رب بس ما كنتش طولت عليكم. ولو محتاجين اي تفاصيل تانية، مثلا تفاصيل كده تاهت في النص او اي تفاصيل بخصوص الموضوع ده، اسألوني في الكومنتات. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.